صار عايزة في اليوم العلاقة 4 5 6 مرات. جوز العمود بتاعه صغير قوي، أنا متجوزة من 4 سنين وهو للأسف عايزة مرة واحدة علشان ما بيقدرش. دقيقة والاقي طرطشهم، يعني المية نزلت. عنده سرعة في اللعب، انتوا طبعا فاهمين. فبدأت ان انا ادور على عمود كبير، ان انا بحب الموضوع ده قوي، انا بعشق العلاقة. عشان كده كنت عايزة عمود اكبر باللي انا كنت بشوفه. وصراحة لان الامدال الكبيرة هي اللي بتظبط وهي اللي فعلا بتساعد وبتروق. المهم، اول ما جوزي كان بينزل الشغل كنت بفضل في البيت بقطع في نفسي. ففكرت، قلت لما ينزل جوزي انا هنزل هدور لي على عمود كبير، لاني فعلا انا محتاجه العمود الكبير ده قوي. بصراحه انا مش عايشه حياتي، وحقي ان انا اعيش حياتي. لو انت عندك مشكله كان لازم تعالج نفسك منها. انا كنت ساكته، انما خلاص فاض بيا. وفعلا لما نزل جوزي على الشغل رحت متشيكه ولابسه اجمل ما عندي، لبست العبايه السوداء بتاعتي وبعدين نزلت رحت كافيه في مكان عام، وانا ببص حواليا كده على اساس ان انا الاقي راجل وعليه لين. ولكن للاسف حتى المكان العام اللي روحته والكافيه ورحت الحديقه مفيش ولا واحد لقيته عجبني. تمام، انا كنت عايزه حاجه معينه كده، حاجه ارتاح لها وحاجه احس بوجودها. انا وراجعه بعدين كان في عندنا بواب العماره، قال يا مدام عايزه اي حاجه، محتاجه اي حاجه؟ قلت له الحنفيه بتاعه الحمام بايظه وعايزه سباك يجي يصلحها قبل ما يجي جوزي. قال لي لازم اشوفها عشان تقدر ان انا اجيب لك حد مناسب للحنفيه دي. قلت له مفيش مشكله، تعالى اتفضل. بعدين طلع معايا فوق، انا طبعا فتحت الشقه بالمفتاح اني عندي المفتاح. قلت له تعالى شوفها. المهم البواب دخل وراح جوه في الحمام. قلت له تعالى شوف الحنفيه، فتحت له الحمام ودخل. قال لي فعلا عايز سباك لانها مسربه. قلت له فعلا مسربه. اي حاجه الغريبه بقى، طبعا عندي حنفيه في الحمام مسربه، يعني لو انت مثلا دخلت قصادها هتدعك هدومك ميه وكده. فالمهم هو طبعا دخل يشوفها، قال لي لحظه ما احاول فيها، عندك مفتاح؟ قلت له عندي مفتاح. واديت له مفتاح ان ابو خرز ده. المهم فضل يحاول فيها يمين شمال شمال يمين. قال لي ربما تكون المشكله مش محتاجه سباك وانا عندي خلفيه. قلت له عادي مش مشكله صلحها. المهم اديت له المفتاح يمين شمال شمال يمين، اخد نص ساعه. المهم انا جهزت له كوبايه شاي تقيله، رحت وديتها له يعني في الصاله. قلت له بعد ما تخلص اخرج علشان تشرب كوبايه الشاي دي. قال لي تتعبي نفسك يا مدام، مش مستعلق. قال لي خلاص انا قربت اخلصها وكده. قلت له لا، ازاي ده، انت كفايه انك انت قدرتيني وشرب الشاي بعد ما تخلص. قال لي تمام. المهم فضلت قاعده في المطبخ بجهز الاكل، ولا ليا ولا عليا. وفجاه سمعت صوت البواب بيقول لي انا خلصت يا مدام. قلت له انت خلصت؟ تمام، شرب الشاي عندك في الصاله. المهم فضل يشرب الشاي. انا كنت طبعا كنت في الوقت ده في المطبخ، كنت بخلص تقطيع بطاطس وبعدين هخرج. المهم قعدت شويه في المطبخ، خلصت تقطيع بطاطس يعني يدوب 7 دقايق وبعدين خرجت في الصاله. جيت البواب واقف قدام باب الحمام، حتى الشاي ما شربوش. سالته انت ما شربتش الشاي ليه؟ قال لي انت مش شايفه شكلي؟ قلت له مالي فضلك. رحت بصيت عليه ده مرة التانية، لاني اول مرة ما خدتش بالي. لقيته رافع، كان لابس جلابية، لقيته رافع الجلابية والكلسون باين. طبعا بسبب ان الحنفية كانت مصغرة والأغمية نفسها جت عليه. طبعا انتوا عارفين اللي بيصلح حنفية بيتبهدل المية وكده. المهم لقيت ان هو يعني كله على بعضه كده ادعت مية. المهم طبعا رفع جلابيته عشان خاطر ينشفها وكده. وفجأة الاقي عمود كبير وعريض وبارز قوي من الكلسون. بصراحة انا استغربت، قلت معقولة اللي انا بدور عليه الاقيه مع البواب؟ معقولة؟
هو دوت اللي انا عايزاه، هو ده اللي انا كنت بتمناه وبحلم بيه بقالي سنين طويلة. معقولة بكل الفير والحلاوة والجمال ده موجود يعتبر جنبك نفس العمارة اللي انا عايشة فيها وانا معرفش عنده اي حاجة؟ بصراحة كنت مستغربة قوي، بصراحة كنت مخنوقة قوي. ازاي انا معرفتوش من بقالي فترة كبيرة؟ ده قاعد تحت يعتبر جنبي، ولا ايه اللي خليني اروح اماكن عامة وكده؟ المهم فرحت قوي، قلت له استنى بس استنى. قال لي انا ماشي، راح انشف هدومي بره البيت، بره الشقة يعني. قلت له لا انا هنشفها لك هنا، استنى بس. قال لي لا ما ينفعش وما يصحش، انا مش عايزة اتعبك. قلت له لا تعبك راح، انا هنشفها لك. المهم قلت له ايه، لا اقلع علي جلابية. قال لي ازاي اقلعها، ما ينفعش وما اعرفش ايه. قلت له اقلع الجلابية، اسمع الكلام احسن ما اسبب لك مشكلة، هقول انك انت عملت حاجات مش كويسة. وفعلا قلعها وسمع الكلام. وبصراحة بدأت إن أقرب علشان أشوف الحجم الكبير دوت عن قرب وأنا قريبة منه. قلت له لحظة ما أساعدك فيها. هو بقلعها كنت بساعده فيها، وبعد ما بلعب في الجلابية بصراحة المسائل اللي عنده كانت واقفة على الآخر، كل حاجة واقفة. بصراحة انبهرت بالمنظر اللي أنا شفته قدامي. معقول الحجم الكبير ده موجود جنبي وانا ما اعرفش عنه اي حاجه بقاله سنين؟ لان البواب دوت بيشتغل يمكن بقاله 5 6 7 سنين عندنا، ودايما انا بشوفه من بدايه ما اتجوزت وجيت عشت مع جوزي في نفس العماره اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. تمام، بس ما كنتش اعرف ان عنده حاجات كبيره قوي كده الا بعد ما حصل الموقف دوت. يعني الموقف دوت لولا انا ما كنتش هعرف ان البواب ده عنده خير كبير قوي، حاجات بقى مستخبيه. وفعلا ظهرت، وكمان ظهرت في وقتها لان انا كنت محتاجه لها قوي وعايزاها. ترسلها خليك مكانك في شويه ميه انشفهم لك على البتاع. قال لي بتاعي، قلت له استنى بس. ورحت في المكان اللي هو فيه يعني الحاجه الكبيره دي، بدات احط ايدي عليها. جبت قماش على اساس ان انا بنشف له ميه وكده، وانا بصراحه كان قصدي على حاجه تانية، انما فضلت يعني اتحسس عليه وامسكه. بصراحة هو كان كبير وجامد. المهم بدأت ان انا اقول له على فكرة انا عندي مشكلة في اوضة النوم جوه، الدولاب مكسور وعايزة تصلحولي، في ضرفة كده ما بتقفيش. انا كنت عايزاه يجي جوه. تمام، وبعدها بقى انا هعمل اللي ما يتعملش. وفعلا اول ما دخل اوضه النوم، وما اقولكوش بعد كده حصل ايه. لو عايزين تعرفوا حصل ايه تستنوني في الجزء الثاني. مع السلامه. صار عايزه في اليوم العلاقه 4 5 6 مرات. بوز العمود بتاعه صغير قوي. انا متجوزه من 4 سنين، وهو للاسف عايزه مره واحده علشان ما بيقدرش. دقيقه والاقي طرطشهم، يعني الميه نزلت. عنده سرعة في اللعب، انتوا طبعا فاهمين. فبدأت ان انا ادور على عمود كبير، ان انا بحب الموضوع ده قوي، انا بعشق العلاقة. عشان كده كنت عايزة عمود اكبر باللي انا كنت بشوفه. بصراحة لان الامدال الكبيرة هي اللي بتظبط وهي اللي فعلا بتساعد وبتروق. المهم اول ما جوزي كان بينزل الشغل كنت بفضل في البيت بقطع في نفسي. ففكرت، قلت لما ينزل جوزي انا هنزل هدور لي على عمود كبير، لاني فعلا انا محتاجه العمود الكبير ده قوي. بصراحه انا مش عايشه حياتي، وحق ان انا اعيش حياتي. لو انت عندك مشكله كان لازم تعالج نفسك منها. انا كنت ساكته، انما خلاص فاض بيا. وفعلا لما نزل جوزي على الشغل رحت متشيكه ولابسه اجمل ما عندي، لبست العبايه السوداء بتاعتي، وبعدين نزلت رحت كافيه في مكان عام، وانا ببص حواليا كده على اساس ان انا الاقي راجل وعليه لايين. ولكن للاسف حتى المكان العام اللي روحته والكافيه ورحت الحديقه مفيش ولا واحد لقيته عجبني. تمام، انا كنت عايزه حاجه معينه كده، حاجه ارتاح لها وحاجه احس بوجودها. انا وراجعه بعدين كان في عندنا بواب العماره،
قال لي يا مدام عايزة أي حاجة، محتاجة أي حاجة؟ قلت له الحنفية بتاعة الحمام بايظة وعايزة سباك يجي يصلحها قبل ما يجي جوزي. قال لي لازم أشوفها علشان أقدر إن أنا أجيب لك حد مناسب للحنفية دي. قلت له مفيش مشكلة، تعالى اتفضل. بعدين طلع معايا فوق. أنا طبعا فتحت الشقة بالمفتاح إني عندي المفتاح. قلت له تعالى شوفها. المهم البواب دخل وراح جوه في الحمام. قلت له تعالى شوف الحنفية. فتحت له الحمام ودخل. قال لي فعلا عايز سباك لأنها مسربة. قلت له فعلا مسربة. أي حاجة الغريبة بقى، طبعا عندي حنفية في الحمام مسربة، يعني لو انت مثلا دخلت قصادها هتدعك هدومك مية وكده. فالمهم هو طبعا دخل يشوفها. قال لي لحظة ما احاول فيها، عندك مفتاح؟ قلت له عندي مفتاح. واديت له مفتاح ان ابو خرز ده. المهم فضل يحاول فيها يمين شمال شمال يمين. قال لي ربما تكون المشكلة مش محتاجة سباك وانا عندي خلفية. قلت له عادي مش مشكلة صلحها. المهم اديت له المفتاح يمين شمال شمال يمين. اخد نص ساعة. المهم انا جهزت له كوباية شاي تقيلة، رحت وديتها له يعني في الصالة. قلت له بعد ما تخلص اخرج علشان تشرب كوباية الشاي دي. قال لي تتعبي نفسك يا مدام، مش مستعلق. قال لي خلاص انا قربت اخلصها وكده. قلت له لا، ازاي ده، انت كفايه انك انت قدرتيني وشرب الشاي بعد ما تخلص. قال لي تمام. المهم فضلت قاعدة في المطبخ بجهز الأكل، ولا ليا ولا عليا. وفجأة سمعت صوت البواب بيقول لي أنا خلصت يا مدام. قلت له أنت خلصت؟ تمام، شرب الشاي عندك في الصالة. المهم فضل يشرب الشاي. أنا طبعا كنت في الوقت ده في المطبخ، كنت بخلص تقطيع بطاطس وبعدين هخرج. المهم قعدت شوية في المطبخ، خلصت تقطيع بطاطس يعني يدوب 7 دقايق وبعدين خرجت في الصالة. جيت البواب واقف قدام باب الحمام، حتى الشاي ما شربوش. سألته انت ما شربتش الشاي ليه؟ قال لي انت مش شايفه شكلي؟ قلت له مالي فضلك. رحت بصيت عليه المرة التانية لاني اول مرة ما خدتش بالي. لقيته رافع، كان لابس جلابية، لقيته رافع الجلابية والكلسون باين. طبعا بسبب ان الحنفية كانت مصغرة والمية نفسها جت عليه. طبعا انتوا عارفين اللي بيصلح حنفية بيتبهدل المية وكده. المهم لقيت ان هو يعني كله على بعضه كده ادعت مية. المهم طبعا رفع جلابيته عشان خاطر ينشفها وكده. وفجأة الاقي عمود كبير وعريض وبارز قوي من الكلسون. بصراحة انا استغربت، قلت معقولة اللي انا بدور عليه الاقيه مع البواب؟ معقولة هو دوت اللي انا عايزاه؟ هو ده اللي انا كنت بتمناه وبحلم بيه بقالي سنين طويلة؟ معقولة بكل الفير والحلاوة والجمال ده موجود يعتبر جنبك نفس العمارة اللي انا عايشة فيها وانا معرفش عنده اي حاجة؟ بصراحة كنت مستغربة قوي، بصراحة كنت مخنوقة قوي. ازاي انا معرفتوش من بقالي فترة كبيرة؟ ده قاعد تحت يعتبر جنبي، ولا ايه اللي خليني اروح اماكن عامة وكده؟ المهم فرحت قوي. قلت له استنى بس استنى. قال لي انا ماشي، راح انشف هدومي بره البيت، بره الشقة يعني. قلت له لا انا هنشفها لك هنا، استنى بس. قال لي لا ما ينفعش وما يصحش، انا مش عايزة اتعبك. قلت له لا تعبك راح، انا هنشفها لك. المهم قلت له لا لا على جلابية. قال لي ازاي اقلعها؟ ما ينفعش وما اعرفش ايه. وتقلع الجلابية، اسمع الكلام احسن ما اسبب لك مشكلة، هقول انك انت عملت حاجات مش كويسة. وفعلا قلعها وسمع الكلام. وبصراحة بدأت ان اقرب علشان اشوف الحجم الكبير دوت عن قرب وانا قريبة منه. قلت له لحظة ما اساعدك فيها. هو بقلعها كنت بساعده فيها. وبعد ما بلع في الجلابية بصراحة المسائل اللي عنده كانت واقفة على الآخر، كل حاجة واقفة. بصراحة انبهرت بالمنظر اللي أنا شفت قدامي. معقول الحجم الكبير ده موجود جنبي وأنا معرفش عنه أي حاجة بقالي سنين؟
إن البواب دوت بيشتغل يمكن بقاله 5 6 7 سنين عندنا، ودايما أنا بشوفه من بداية ما اتجوزت وجيت عشت مع جوزي في نفس العمارة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. تمام، بس ما كنتش أعرف إن عنده حاجات كبيرة أوي كده إلا بعد ما حصل الموقف دوت. يعني الموقف دوت لولا أنا ما كنتش هعرف إن البواب ده عنده خير كبير أوي، حاجات بقى مستخبية وفعلا ظهرت، وكمان ظهرت في وقتها لأن أنا كنت محتاجة لها أوي وعايزاها. رسالة خليك مكانك، في شوية مية أنا أشوفهم لك على البتاع. قال لي بتاعي، قلت له استنى بس، ورحت في المكان اللي هو فيه يعني الحاجة الكبيرة دي، بدأت أحط إيدي عليها، جبت قماش على أساس إن أنا بنشف له مية وكده، وأنا بصراحة كان قصدي على حاجة تانية، إنما فضلت يعني أتحسس عليه وأمسكه. بصراحة هو كان كبير وجامد. المهم بدأت إن أنا أقول له على فكرة أنا عندي مشكلة في أوضة النوم جوه، الدولاب مكسور وعايزة تصلحولي، في ضرفة كده ما بتقفيش، أنا كنت عايزاه يجي جوه. تمام، وبعدها بقى أنا هعمل اللي ما يتعملش. وفعلا أول ما دخل أوضة النوم، وما أقولكوش بعد كده حصل إيه. لو عايزين تعرفوا حصل إيه تستنوني في الجزء التاني. مع السلامة.